واحد من اصدقائي اتصل بيا وقال لي انا كل ما بنام بحس ان انا بتخنق ومش بعرف اخد نفسي وبحس ان انا هموت ومحتاج حد يبات معايا بحيث ان انا لو نفسي اتخنق او وقف محتاج حد يصحيني. في البدايه انا فكرت ان هو بيهزر لان انا ما كنتش فاهم ايه اللي هو بيقوله، ما كنتش لسه يعني اسمع عن نوبات الهلع والقلق والكلام ده كله. فانا اخدت الموضوع بهزار شويه وحاولت ان انا اهزر معاه، فلقيته من كلامه بيتكلم جد فعلا. فوقتها اخدت بعضي ورحت ابات معاه وسافرت له مسافه كبيره جدا لان انا كنت من بلد وهو كان من بلد تانية. ولما فعلا بدا ان هو يجي ينام كان كل شويه يصحى مفزوع وقلقان ومخنوق، ففضلت قاعد جنبه على السرير لحد الصبح لان انا خفت ان هو يتخنق او يحصل له حاجه. ولما صحى مرتين ولقاني قاعد جنبه على السرير لقيته والله العظيم اطمن ونام للصبح. الموقف ده انا افتكرته من كام يوم كده لدرجه ان انا بعت له رساله بعتذر له ان انا وقتها ما كنتش فاهم اللي هو فيه واني اخدت وقتها الموضوع بهزار وما كانش عندي وعي كافي ان انا اخد الموضوع على محمل الجديه. هنا بقى كان رد مفاجئ ليا، قال لي ان هو قضى 3 ايام مش عارف ينام لولا ان رحت وفضلت قاعد جنبه على الكرسي للصبح، والليله بقى اللي بعدها على طول بدا ينام ويطمن ويبقى مرتاح. في الحقيقه وقتها انا اتعلمت ان انا ممكن انقذ حد لمجرد بس ان انا اقعد على الكرسي اللي جنبه. مش ضروري يكون عندي خبرات ولا نصايح ولا حكمه، ومش ضروري برضو ان انا اكون هعرف اتصرف ازاي في الموقف الصعب اللي زي ده. الاهم من كل ده ان انا اكون موجود. شوف بقى كام حد انت ممكن تنقذه لمجرد بس ان انت تبقى موجود في حياته. وعلى فكره برضو مش مطلوب اكتر من انك تكون موجود، بس وجود مطمئن. وشوف بقى كم واحد مننا محتاج بس حد كده يجي يقعد على الكرسي اللي جنبنا علشان نطمن ونحس بالونس والامان.